أنا مع قوة وتميز وتوسع جماعة الإخوان المسلمين. بمعنى؟ لأن جماعة الإخوان المسلمين عنصر أمان حقيقي في الخريطة السياسية في مصر. لا يمكن تصور مصر بلا إخوان، ولا يمكن تصور خريطة سياسية خالية من جماعة الإخوان المسلمين. لا يمكن تحت أي ظرف إلغاء جماعة الإخوان المسلمين من الحاضر أو المستقبل. أنا أفضل دوما جماعة الإخوان المسلمين، ولدي هوى عاطفي تجاه تاريخ جماعة الإخوان المسلمين. أفضل مؤسسة دينية سياسية في مصر للتعاون والتفاوض معها جماعة الإخوان المسلمين، لأن عندهم رؤية وسطية لهذا الدين. أنا أفضل أن يكون المنافس والمكافئ والمتفوق إذا أراد جماعة الإخوان المسلمين وليس أي تيار ديني آخر. أنا واحد من الناس اللي قالوا منذ سنوات قبل ثورة يناير وقبل وصول الإخوان لأي سلطة فيما يخص روسيا بالذات، قلت من سنوات لازم الرئيس السابق حسني مبارك لما كان موجود في السلطة والخارجية تبذل كل جهدها إنها تشيل الإخوان المسلمين من قوائم الإرهاب على الخارجية الروسية. مش عايزين يكون الإخوان على قوائم الإرهاب في أي دولة. الإخوان ليست جماعة إرهابية. الدكتور سعد الكتاتني وهو رجل فاضل ورجل وطني لما قعد مع جون ماكين قبل كده وجون ماكين سلمه هدية، الصورة الشهيرة لتسليم جون ماكين لهدية لسعد الكتاتني خلت ناس كتيرة من خصوم الإخوان يقولوا عميل الأمريكان والإخوان المسلمين عملاء أمريكا وبينهم وبين جون ماكين صفقة، مما يدل على نضج وتطور ومسؤولية سياسية لدى حزب جماعة الإخوان المسلمين، والأمانة تقتضي قول ذلك. إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حضر احتفالية رسمية للسفارة الهندية في القاهرة بمناسبة يوم الجمهورية لسفارة الهند، وحضر والتقى السفير الهندي في القاهرة. ممكن بعض الناس يعتقد ان ده شيء طبيعي، لكن ده يدل على نضج سياسي وبدء الإخوان هم يديروا سياسة خارجية فيها درجة من التركيب والبراجماتية.